بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن وامان. عارفيني ولا ناسيني؟ عاملين ايه؟ انا هفتح ازازه الزيت عشان نعمل جريمه في البيت. هولع لهم في الطاسه. عاملين ايه؟ ثواني خليكم معايا يا اخواني. ساندي هاتي كيس شعريه من ثواني يا حبايبوزي. عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ وحشتوني والله. غسلت الرز، هعمل رز النهارده وسمك اللي هو ايه يا بنت؟ سمك ايه؟ الله يسلمك. موزه. هعمل سمك موزه النهارده ماشي. وعندي طبق مسقعه كنت عاملاه الصبح بنيف ني. مش هخلص الزيت انا على المسقعه، انا بحبها اي نعم بس مش هخلص الزيت عليها. عاملين ايه؟ ثواني. شكرا يا ساده. شكرا يا طفلتي الحبيبه. ساده دي فظيعه. المهم انا عملت، جوزي بيحب ياكل الشعريه طبعا مع الرز. عامله سمك، عامله طبيخ، عامله رز، عامله الدنيا كلها. المهم الرز بالشعريه جنب السمك، مش رز صياديه بقى بالبصل والكلام ده اللي احنا بناكلوه. ممكن اعمله لعيالي بس هو مش رز. اتعود بقى زي ما مامته كانت معوداه الشعريه بالرز على طول. مفيش مكان. مش عارفه الحنفيه دي جايبه لي ميه على طول مبهدله لي الدنيا. وشويت سمك برضه. شويت سمك ايه يا عم؟ عماله بتكلم اي كلمه خلاص. شويت باذنجان محروق اهو. عملت على البتاع وهنعمل رز النهارده بقى اليوم الروتيني. فاضل كام يوم خلاص والمدارس تفتح. كل سنه وانتم طيبين. اطفي عليا النور هطلع اضربك يا ساده. ماشي يا سوسو. خدي حطي دول على الطبليه. ساندي بقى النهارده هتساعدني في البيت عشان اليوم. يا اختي روحي، ده اول مره عشان هنصوره. بتعمل كده روتينات وبتاكل مش عايز يقف لي فين. لا اله الا الله يا ربي، لا اله الا الله. خليكم معايا يا حبايبي. يخرب بيت الاسر وبيت مين والطبعه يرفعني لفوق تاني. بشد الطبعه يطلعني لفوق. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما تستواش عليا ودينا اطلع لك. بس احط الكرسي واطلع. ابو اللي جابوه. بشد الطبق مش راضي ينزل وانا بترفع لفوق هنقع. هو فين؟ ثواني خليكم معايا. هنقلب الرز، هنقلب ذكرياتنا. عاملين ايه يا حبايبي؟ الابله ساده طبعا بتبدا تخف. هاتي الدواء يا ساندي كده خلاص. لا الدواء عندي في المطبخ. مخبيه الدواء بتاع ساده في المطبخ عشان كل ما تشوفه عايزه تخبيه مني او ترميه. اعرف فروستات. انا بعرف اقرا الاسم. ما بنحبوش الدواء. بيبقى اخويا بس هو اللي بيحب الدواء ده. شايفينه باين الدخان بتاع المطبخ ده. مش عارفه اعمل ايه. انا مشغله الشفاط والله حاسه ان انا بطلع بعد كده اطلع بسمية علاء الدين ده اهو بالفانوس السحري. رمضان على الابواب يا جماعه. رمضان على الابواب. كل سنه وانتم طيبين. عايزين ليه يا ساده؟ نزليها يا ساندي عشان ما اجيش اضربك انت وهي. هم عيالي ما بيمشوش الا بالضرب. تضربي العيل تبص تلاقيه ماشي سليم. تتكلموا بادب والله ما يعملوش حاجه. بصوا ساده انهار. بصوا السمك يا لهوي. هتضربيني قدام حبايب قلبي. بتشديني. طب استنى ادي السمك اهو. حاسبي سوس عشان الزيت هيطرطش عليك. سيبيها يا ساندي. عيالي مشغلين الصب وقاعدين يرقصوا وقاعدين يعكننوا عليا. ده السمك اسمه موزه. عارفين موزه؟ هنحمره وهيطلع مقرمش عشان احنا اليومين دول مش حمل اللي احنا نقشر سمك ونعمل. احنا ده بيتحمر ونمسكوه كده نشيله الراس ونقوم ظابطينه على طول. المهم خليكم معايا ثواني وهرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. بصوا عملت التحبيشه بتاعت كل مره بتاعت السمك. كمون على تشكيله بهارات اللي هي ال7 ولا ال6 حبهات دي ولا اسمها مش عارفه اسمها ايه. ال7 ما علينا. مع الكركم اهم حاجه الكركم والملح في الموضوع ماشي. ونقلب نقلب نقلب نقلب. انا باكلهم بالبركه. يعني صاحب جوزي ساعات يقول له انتوا بتعملوا الرز اللي هو الهندي الفلبيني ده. احنا بنسموهم فلبيني، في ناس مسميها هندي ماشي.
بتعملوه ازاي المقادير؟ بس انا بعمل رز من غير مقادير، يعني اعمل الرز طبق طبقين اي حاجه، مش فارقه بقى، بحط الميه على قد الرز ما هو معمول وخلاص. ما عنديش حاجه اسمها معيار. السمك ده بقى ايه ما اقولكمش، هيطلع محمص ومشمص، هيطلع تحفه بجد. في ناس بتحطه في ميه، بس انا بحط شويه دقيق على القد وشويه زيت على القد، على قد ما الحبه اللي انا هحمرهم. وبعد كده ايه، سدم بتعيط، سامعين؟ سدم بتعيط واختي بترن. اروح فين يا عالم، اروح فين؟ لو بناكل مستيكه، عمركم شفت واحده درسها بايظ وبتاكل مستيكه؟ المهم باكل مستيكه وبعمل ايه بقى؟ عندي الضرس مخروم، وطبعا الضرس مخروم بنعمل ايه فيه؟ لازم انا اروح اشيله، المفروض بقى لي كام شهر اشيله، فانا خايفه يجي لي نزيف عشان السكر اللي عندي، والجو كمان ساعه وانا خايفه. فقلت ايه بقى؟ قلت هناخد نفسي ثواني يا حبايبي، خليكم معايا ثواني. يا حبايبي جبت لكم الخيار، مش عارفه الخيار كبر في الثلاجه ولا انا اللي بكبر. بص الليمونه بهتانه يعني، بس حلو احسن من ما فيش. عملت الرز ونسيت احط عليه الشعريه من عياد صدل، ادي عليها بايه وهي فيها كل العبر. نعمل بقى سلطه، نحضر للسلطه. بص طماطم اهي، كيلو وربع ولا مش عارفه كيلو ونص ب10. الحاجه بتبدا تغلى تاني، بس تغلى براحتها عادي. عارفين ليه بقى؟ عشان انا عملت ايه؟ هات يا سانتي منديلين. خزنت صلصه، خليكي انت هنا. خزنت صلصه واتكلت على النار بدري. يلا عملت الرز، يلا حبايبي روحوا خلصوا حالكم، يلا روقوا الشقه. عندي طبق بتاع السمك اللي هو على هيئه سمك، بس ما عنديش نفسي اقلب الدنيا بصراحه يعني. عندي طقم اللي هو بتاع السمك ده. بص السمك، بص 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 بص. مش الطاسه بتاعت التفايه اللي الايد بتاعتها اتخلعت، اتكسرت اتفحمت فباظت. بس جوزي عمل لي حاجه حلوه والله. عقبال ما رحت حضرت ولاده اختي لقيته ركب لي خشبه في الايد. شايفين؟ ما ينفعش دي تخش فرن ولا تعمل اي حاجه، فطبعا عملها لي، قال لي لحد ما اشتريه. اما ربنا يكرمنا ان شاء الله هنجيب كل حاجه، هنجيب كل حاجه. وشركه اليوتيوب ديت ولا شركه اليوتيوب تبقى تقف جنبنا وادعمونا واشتركوا في القناه، بوس ايديكم. وبعدين بعمل لكم سمك اهو، سمك ومش سمك عادي، سمك بالكركم. بس يا ساندي انا عيالي عايزين لهم 50 واحده تقعد بيهم. انا مش كفايه عليا ان جالي السكر والغده، بس المفروض كان يجي لي حاجات ياما. جوزي كل مكالمه يجي يكلمني، واول ما يسمع صوتهم يقول لي هقفل بقى واسيبك مع الاطفال الابرياء. قال ايه دول ابرياء؟ ولاد العسل حبايبي. سدن هي اللي عندي شقيه قوي، شقيه قوي. وعندي سيف وساندي يحبوا يعندوها، بيحبوا يسمعوا صوتها، فرحانين بيها عشان حاجه صغيره في وسطيهم. المدارس كلها ايام وهتفتح، وانا هنا ساكنه في الدور الخامس، ما بشتغلش الا بالموتور. خليكم معايا عشان نطلع ننضفه بره في الصاله، عشان قلبوا لي الدنيا. عقبال ما طلعت اعمل الاكل كانت ساندي بتاكل مسقعه. يلا يا بلا ساندي. ساندي صوت ايه؟ لا ما تعليش البتاع، لا هنيجي نضربي نلعبوا. ده انا اللي هنيجي نلعب في مناخير. سوري يا جماعه، ثواني خليكم معايا يا حبايبي. عاملين ايه؟ بلا ملكت الكون بلا ملكت الدنيا. انت هتاكلي يا حاجه؟ قومي يا ابله، قومي. النظافه من الجميع ولا النظافه من الامام؟ طب وريهم الكركبه اللي احنا عاملينها. ما اهو مباين الكركبه، بصوا مبهدلين الدنيا على طول وكتاب ربنا. لا بس انا عايزه اعرف حاجه، في فرد شرابات ضايعه مني. الفرد بتقع في الشارع. لا دي بتاعت ديبت، مش عارفه. لا في فرد شرابات ضايعه مني. وسادة بتقلع البنطلون بمزاجها وتلبس بنطلون تاني بمزاجها. يلا يا ساندي انت وسادة. ثواني يا حبايبي. اتكلمي يا بنتي مع حبايبي. شيت عن سلام عليكم. بس صدقني يا حبيبي، متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة يوميات. انا واماني وعيالي بجد. ما احنا خلاص قدمنا ما تتكيش بقى، ده تروح تتكس. خد يا سادة.
لا لا حبيبتي دي روحي. شنطة ساندي بتاعت الحضانة، وهي عندها 2 ونص. والله العظيم جديد. سادة مطلعاها تلعب بيها. شيلي يا نسا. وهنا سادة كانت جايبة حواوشي امبارح. وده حواوشي كانت سادة كانت واكلة حواوشي امبارح. يلا يا ساندي، هتاكلي ماما يا سادة؟ طب ما تشيلي الأكل. شيلي في التلاجة. عايزين بقى ايه؟ ننضف بعد كده رمضان. ده ده تليفون سادة للتابلت. بصوا الولد الشنطة. اوعي يا سادة. هنبيد الشربات جبنا اسمعي يا بنت، كنت جايبه الشربات ده عشان نعمله طبعا ايه، اول ما كملت ال1000 مشترك زي ما انا قلت لكم، كنت وعداكم بكده. فطبعا اخويا تعب واختي ولدت وجوزي بيتعب والجو شتا، مش عارفه اعمل حاجه. استني يا سادة، استني يا رغايه زي امك، يا رغايه زي امك. انا هموت. طب استني بقى عشان ما اتكلمش، هعقب عليك الشربات واخليكي شبه. بصوا استني يا سيسو، عيب نضفي يلا الشقه عشان الناس يقولوا حلو. يلا. والله هيجيلي السكر منها، مع ان هو عندي هيجيلي تاني. بس بقى اقعدي. الشربات ده هبقى اعمله بس اما الدنيا تروق شويه والجو يهدى هنعمله شربات. انا عملت منه حبه العيال وشربناه. خليكم معانا عبال ما ننضفوا الصاله. تورته ايه يا سادة؟ ايه يا حبايب قلبي، عايزين نكملوا مع بعض الفيديو. قبل سادة من كانت. تعالي يا ساندي، تعالي هاتي لي قماش المطبخ، هاتي الفوطه محطوطه على الرخام. نزلي البيت انت، انا شايله لعبه. بس يا سادة بصوا الدخان، عشان عملت شويه الرز وعملت السمك. والله انا بجد نفسي تتعبت في الشقه دي. اولا عشان الدور الخامس، وثانيا عشان مشغله الشفاط والمطبخ صغير. انا مطبخي التاني ما كانش كده في الشقه القديمه. يا بنتي باولي انت رايحه فين بلعبه؟ بصوا العيال بتعمل ايه. خشي. بصوا انا بفرش بطانيه لعيالي على الارض. ويا بنتي ظبطي الانتريه. خلاويه سادة بتقول خلاويه. ماما انا بفرش لهم بطاطين قديمه بقالي كذا سنه عندي، لسه بفرشها على الارض، وشايله حافظه السجاد عايزه احطها والله في الارض. وبعد كده برجع انضف الحاجه اللي تاكلني ولا يكون جالي حساسيه. يلا قبل ساندي. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما، هتضلك الخير يا حبيبتي. بصوا الباسكت نسيت ادي الزباله النهارده مرمومه. يا بنات الشطار ساعدوا مامتكم في شغل البيت. اول مره ساعدها اهو. ساعدوها بقى، ساعدوها عشان اول مره ايه هنفرق شربات، عشان ماما هتفرق شربات عشان اول مره اروق معاها. اوعي يا بنتي بقى يا بنتي، لا تتمتي خدي نفضي ده عند باب الشقه. بصوا الدخان عامل ازاي، عمل لنا غيام على الشقه. فاكرين عربيه الناموس اللي كانت بتلف واحنا صغيرين لما كانت بتلف لا هنا عشان في فرق قدام باب الشقه هنا اهو. بتنفضيها هنا، نفضيها هنا مخ. فاكرين عربيه الناموس اللي كانت بتلف واحنا صغيرين كنا بنجري وراها في الشارع اللي كانوا بيرشوا بقى في الشوارع، اللي بتوع الارياف يعرفوا مش بتوع اسكندريه. لا مش هنا يا عم، مش يا عم، مش حاجه بقى فين. طيب قعد فين؟ العربيه الناموس اللي كانت بتلف عشان تموت الناموس. انا شقتي دي بتعمل الدخان عشان تموت العيال مش عشان تموت الناموس. والله بجد تعبنا نفسيا والله بجد يا جماعه. الدخان مش بيطلع بسهوله، خلي بالكم عشان اللي هيعرف. بس بقى خلاص انا كل ما احضر فلوس عشان نعمل الشقه والله الشقه تروح مني. كل ما تجيلي شقه حلوه لقطه اقول هاخدها واظبط الدنيا، مش عارفه اعمل حاجه والله تعبت. وكيتوني ايه انا صحانه في بتعملي يا ساده. خدي النفاضه دي هناك، خليتيني نفضتها هنا اهو. اكمل التنفيذ. ماشي، خلي الزباله هنا. هي الشقه نظيفه، انا كل شويه اكنس فيها بصراحه ومنضفاها دايما. نجيفه. انت يا ام نجيفه، انت يا ست لطيفه. نعم. يلا اوعي مكنسه بالكهرباء وركناها جوه، عايزه اطلعها والله واحاول اشد شعر العيال بيها شويه. اوعي يا بنت. الشقه نظيفه والله ما فيهاش حاجه، حاجات بسيطه. مشيت القطط اللي عندي كلها، ما عنديش قطط. انا حزينه جدا جدا جدا. والقطط كانت تيجي تعمل لي حمام هنا
على المشاية وانت داخله على المطبخ كده. يعني انا ايام اخويا كان تعبان واختي كانت والده، القطه تيجي تعمل لي حمام هنا، مش حمام بقى اللي هو الحمام التاني مش الميه، وما يدخلوش في الحمام، وعايزين يعملوا لي ورا البوتاجاز كانهم قاعدين في زريبه مش عارفه في ايه. اخر ما زهقت بصراحه مشيتهم طلعتهم تبني. هي ساندي ايه هي حاول بتشوف الفيديوهات اللي بعملها لساندي التانية اهي. كنست ونضفت اهي. هنحط المشايات ونلم شويه الزباله اللي هنا. انا قاعده في الشارع وحد عشان احنا راكنين المشايات. لا عشان الدخان. ينفع. هاتي المشايات. هاتي نولي المشايه الحمراء دي. اوكي تعالى يا بنت. ثواني يا جماعه، مش عايزه ازعقكم مني بصراحه، والله مع اني انا حاسه ان انا مسليه. بصوا الدخان هيبدا يطلع على قلبي كاني بشرب سجاير بقى. يا جماعه انا هوريكم سر اللي خطفاه من مرسله دلوقتي. بصوا عقلي وانت بتوريهم السر. بصوا السر ده صيام بتذبحنا بيها كل يوم. بتذبحنا بيها والله العظيم. ايه ده؟ سكينه. مفكره نفسها لما بتعملها كده بتذبحنا. وانا اعمل نفسي يعني. بصوا لازم انفرد البطانيه دي عشان وانا قاعده على الانتريه هنا وبتفرج على التلفزيون ده لما ربنا يكرمني يعني وافتح التلفزيون. شدي يا سندي كمان، شدي يا ماما. عشان كل ما بفتح التلفزيون الابله سدن تقول لي شغلي لي الكرتون، ما انتش عارفه تعملي حاجه ليه؟ يا تلفزيون يا تليفون، مش سايبه لها حاجه يعني غلبان. يا تسرق من ايدي التليفون، يعني انا بصور دلوقتي غصب عنها. هلم شويه التراب دول. لما تكون ايدك على طول في الشقه الدنيا بتبقى نظيفه وحلوه. انا عندي الشقه حلوه بس سدن بسيب لها الحاجه تبهدل فيها، وساعه ما باباها يقرب يجي انضف. مش انا ماما اللي بنضفها لك كل يوم؟ كدابه. بنضفها لك يا ماما. انا هم سامعيني كنت بتقولي عني. لا ما انا والله يا عم الحاج. عم الحاج هم يحسبوا. تعالي يا سدن. تعالي يا سدن يا غرباء. بصي يا سوسو، قول لهم اللي انت بتنضفي مع ماما الشقه. بصوا يا حبايبي، حطي هنا عند المطبخ. المشايه دي عليها ديك. ديك فرخ. ديك الفرخ. نفسي اطلع الفرخه. شايفيني؟ حاسه ان انا طالعه ايه؟ كانكم طالعه. ان شاء الله الاسبوعين الجايين بقى يعدوا ونبدا نجيب ايه بقى؟ فوانيس رمضان والزينه رمضان. يا رمضان نحط الزينه بقى بتاعت رمضان. بيحاولوا. اختي كميله شاطره، هو ده اللي انت قدرت عليه. ربنا يكرمك ربنا. حطيها عند اوضه النوم عشان بذبحها. المهم ايه، هنجيبوا حاجات رمضان بقى ونظبطوا الدنيا وربنا يسهل. تعالوا معايا نخش المطبخ. تعالوا معايا كده. بصوا سدن، والله كتر خيرك يا سدن، ربنا يكرمك يا شيخ.